الست دي بتقول إنها ماتت قبل ما تتولد ب21 سنة. اتولدت جيني كوكل سنة 1953 في إنجلترا، وطول فترة طفولتها كانت بتحلم بحلم غريب جدا مش مناسب أبدا لعيلة في سنها. كانت بتشوف نفسها في أوضة بيضة منورة وما فيهاش غير شباك شكله قديم، وبتكون حاسة في الحلم بوجع في جسمها كله، وكمان نفسها بيكون تقيل كأنها بتموت، وكل اللي بتفكر فيه أثناء الحلم هم عيالها اللي هتموت وتسيبهم. بس الأغرب من الحلم اللي مش نافع أبدا مع سنها إن جيني بقت تتخيل وهي صاحية أماكن عمرها ما راحتها ووشوش لناس عمرها ما شافتهم، والصورة المشتركة في التخيلات دي كانت بلد فيها مجموعة أكواخ جنب بعض وحواليهم أشجار كتير. ولما جيني كبرت كام سنة الصور أو التخيلات دي بقت أوضح لدرجة إنها بقت ترسم البلد كلها، لكنها ما كانتش لسه تعرف مكانها. ولما ابتدت في دراسة الجغرافيا في المدرسة، أول ما فتحت الأطلس وشافت خريطة أيرلندا حطت إيدها على منطقة اسمها مالهيد، ودي بلد صغيرة في أيرلندا وجيني عمرها ما راحتها، بس دايما الاسم كان بيشدها. وتكبر جيني وتتجوز وتخلف، والأحلام والخيالات تقوى أكتر وأكتر، لدرجة إن إحساسها بالأمومة شمل العيال اللي كانت خايفة عليهم في الحلم. وده اللي خلاها سنة 1988 تطير على أيرلندا وتروح مالهيد، وهناك تتصدم من اللي شافته لما رجليها توديها للكوخ الصغير اللي بتشوفه في الحلم. بس الفرق إنه كان مهجور ومفيش حد ساكنه، ومع أول خطوة ليها في الكوخ اتجسدت كل الذكريات اللي حصلت فيه قدامها. شافت أسرة كاملة، راجل ومراته و8 عيال، بس ما كانتش عارفة اسم العيلة ولا الست اللي عاشت حياتها. عشان كده سابت رسالة لصاحب الأرض اللي عليها الكوخ تسأله عن الناس اللي كانوا عايشين فيه، وكتبت له كل المواصفات اللي شافتها في أحلامها وتخيلاتها. وبعد فترة جالها الرد، وعرفت إنها عيلة جون وماري سوتون وعيالهم ال8 اللي كانوا ساكنين في الكوخ في الثلاثينات. ومن مشاعر الأمومة اللي جواها قررت جيني إنها تدور على عيال ماري سوتون، فكتبت رسائل لدور الأيتام والمستشفيات والكنايس في القرية والقرى اللي جنبها، وتسألهم إذا كانت ردت عليهم أشخاص بنفس اسم عيلة سوتون ولا لا. وسنة 1990 يرد عليها قسيس لقى في سجلات الكنيسة بتاعته معلومات عن تعميد 6 من أطفال العيلة، وكان مكتوب فيها أساميهم وسنة الولادة، وهم جون اللي اتولد سنة 1923، وفيلومنا 1925، وكريستوفر 1926، وفرانسيس 1928، وبرجيت 1929، وأخيرا إليزابيث 1932. جيني خدت ال6 أسامي ونشرتهم في إعلان في جريدة في دبلن، وده عشان تعرف أي معلومات عنهم توصلها لسبب رؤيتها لوالدتهم في الحلم. وحصلت المفاجأة واتصل بيها جون الابن الثاني لماري سوتون اللي كان عمره وقتها حوالي 65 سنة، وطبعا ما صدقش إن واحدة عندها 35 سنة تكون نسخة جديدة من لا مؤاخذة روح أمه اللي ماتت من 56 سنة. المهم ادها أرقام إخواته